السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واسعد حال. احنا النهارده هنتكلم على مثل قديم. كانت برضو الحاجة ربنا يديها الصحة بتقوله لنا. بتقول المثل بيقول ايه؟ ما تبصش للباب وتزاويقه، ده من جوه يا نشفان ريقه. ايه يا نشفان ريقه وايه تزاويقه؟ يقول لك زمان كان فيه في البلد بيت جميل كده ونضيف وشكله حلو من بره، الناس تتغر فيه، متزوق وحلو. قالوا ده احسن بيت في البلد ومبنى على احدث طراز. فاليوم ده نزلت البلد ناس غريبة وقالوا ايه، ما فيش الا البيت ده، فيش احسن من البيت ده يستضيف العالم. العالم قالت يلا طالما انتوا شايفين كده هنروح نقعدوا فيه، وعرفونا ايه بناسه واستأذنونا ان احنا نروح نقعدوا فيه. فراحوا وخبطوا على البيت، واهل البيت فتحوا لهم وقالوا ايه ده، هم استضيفوهم عندكم لحد ما يخلصوا مشوارهم، ويبقى ايه، ويا ريت يكون بيت كرم. دخلوا وقعدوا والعالم رحبت بيهم. فاتت ساعة حلوين الحمد لله، شوية بقوا يسمعوا أصوات عالية، مشاكل جامدة في البيت. المقابلة ما بقتش زي أول ما قابلوهم في الأول. ما فيش ترحيب كويس. الأكل مش على قد كده. الاستضافة أصلا ما كانتش كويسة وكله مشاكل. فمن هنا قالوا ايه، ما تبصش للبيت وتزاويقه، ده من جوه يا نشفان ريقه. ودي كانت أمثال قديمة كانت بتتقال واحنا ما كناش نعرف لها معنى، بل لما سألنا وعرفنا المعنى بتاع المثل. وكل مثل وراه معنى ووراه حكاية، ودي حكاية المثل بتاعتنا النهاردة. إن عجبتكم ما تنسوش تبعتولي في الكومنتات ايه رأيكم. وكل يوم هنقوله مثل جديد شوية أو مثل قديم من أمثال أمهاتنا وأجدادنا. ويلا دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.